المشاهدين، ارحب فيكم مع حلقه جديده من برنامج صواني خليجيه اقدمها لكم يوميا على بيت وصفات خفيفه وشهيه ولذيذه سهله التحضير وسريعه التحضير ومقاديرها كلها متوفره في البيت. اليوم اخترت لكم من باب المقبلات لف اللحم او سبرنجرول اللحم لاسماء متعدده. بستعرض معاكم المقادير: 1 كيس سبرنجرول عادي جاهز يبغى طبعا، ربع كيلو لحم مفروم طازج، انا دائما اخذه طازج على اساس ما يعذبني في النضوج، 2 بيضه مخفوقه، وعندي هني جزره، 1 جزره مبشوره فرم ناعم، 1 بصله كذلك فرم ناعم مفرومه ناعم، وعندي هني ثوم مدقوق بعد 5 فصوص، وعندي ربع ملعقة شاي أجينوموتو، وعندي نص ملعقة شاي مسحوق الكمون، ونص ملعقة شاي مسحوق الفلفل الأسود، وباخذ نص ملعقة شاي من الفلفل الأسود المسحوق طازج بعد، وعندي ربع ملعقة شاي ملح. حق المادة اللاصقة اللي بلصق فيها السبرنجرول كعادتنا يعني في اللف، 2 ملعقة طعام طحين جميع الاستعمالات أو أي طحين سادة أبيض عندك متوفر في البيت، مع ملعقة طعام ماء، بخلطه مجرد بس حق النهايات على اساس انه يلصق لي عندي معاي السبرنجرول. في البدايه بخلط، طبعا السبرنجرول لازم دائما لازم انا اغطيه لما وقت الحاجه، لما اجهز انا عندي هني بجهز خلطتي الحشوه لحم مفروم، بضيف البيض. ليش انا هنا استخدمت البيض؟ على اساس انه يكون الخليط يعني يتماسك لي وما يعذبني بعدين في اللف. ثوم، البصل كله مفروم فرم ناعم، الجزرة بعد فرم ناعم، كذلك باخذ هني ربع ملعقة شاي أجينوموتو، بتخلص من اللي خلص منهم خلاص. كذلك نص ملعقة شاي مسحوق فلفل أسود، انه هو ينزل قليل فيحتاج اكثر. كذلك مسحوق الكمون، مسحوق الفلفل الاحمر مع الملح. وعندي هني مثل ما استعرضت في المقادير بداية الحلقة نص ملعقة شاي مسحوق الفلفل الاحمر مطحون طازج في البيت، كل بهاراتي طبعا طازجة في البيت، تفرق صربوني وايد في الطعم من العبوات الجاهزة، الله أعلم ما ندري متى حاطينها في الأسواق. نص ملعقة شاي مسحوق الكمون بنكه لي الحشوة بيعطيها طعم مميز، مسحوق الكمون معروف يعني توابل مهم في الأكلات. عندي كذلك ربع ملعقة شاي ملح. ببتدي اخلط الحشوة عندي على اساس اني اعرفها الحين. عندي ممكن اللي عندها ضيوف في البيت او مأدبة عشاء او غداء طبعا تضاعف الكمية. انا حاطه ربع كيلو لحم مفروم، ممكن تسوي نص لحم، نص كيلو يعني على حسب المدعوين، على حسب الكمية المطلوبة. طبعا حتى هذه الحشوات يعني تصلح مو بس حق السبرنجرول، حتى حق السمبوسة، حق البيف باستري، حق يعني حشوات الترايبل اللي تكون في عجينة بيف باستري في الفرن، ممكن يعني لها متعددة الاستعمالات، يعني مو شرط حق السبرنجرول. وبعدين تقدرين انت تحفظين فيه في الفريزر مكتف الثلاجة لوقت الحاجة، يعني ممكن الحين
وهي طازجة قلل منها على حسب يعني احتياجك في البيت مع أفراد أسرتك، وبعدين خلين الباقي مكتب الثلاجة لما وياك ضيوف أحد يجيك على غفلة في البيت يكون عندك يعني كمية جاهزة. بس مجرد إني بدي المكونات كلها تمتزج مع بعض. طلعت الحين ريحة اللحم المفروم مع الجزر مع البصل، ريحة فعلا شهية. بس أضيف حبيبات البهارات تذوب داخل مزيج اللحم المفروم، والبيض يعني يخلي المزيج الحشوة تتماسك أكثر وأكثر. خلاص عندي الحين هني جهزت حشوتي، وابتدي بطلع السبرينج رول بس على قد ما أنا محتاجة، واحدة كذي، وأحط بس مجرد كمية بسيطة جدا يعني ملعقة طعام، بالضبط ملعقة طعام، وأزيد شوية على أساس إنه. وهنا بجهز عندي المادة اللاصقة اللي بتلصق لي السبرينج رول. مجرد انه يعني لف بشكل اسطواني. ممكن في ناس يحبون يطوون الطرفين ويسوونها نوع الدائرية سميكة وفي الوقت نفسه يعني حجمها صغير، ممكن بعد. طبعا دائما الشكل حسب الذوق، دائما لك الخيار عزيزتي المشاهدة.